أصدقائي في كل مكان أهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد. أهلا بكل إخواتي المتابعين في الوطن العربي. النهارده يا جماعة جبت لكم قناة ظهرت حالا على تردد جديد. ناس كتير سألتني عليها، لكن اليوم القناة ظهرت على تردد جديد طبعا بعد غلقها لمدة فترة طويلة. فتعالى دلوقتي يا جماعة أعرفكم على القناة ونشوف مع بعض إيه التردد. وأول حاجة هنضغط زر المنيو، هتفتح معانا القائمة دي، هنخش على كلمة التركيب. من كلمة التركيب طبعا نخش على إعدادات الهوائي أو قائمة الترددات على حسب نوع الريسيفر اللي موجود عندك ونضغط أوكي. هنا بتفتح معانا القايمة دي، بنختار يا جماعة قمر النايل سات لو عندنا أكتر من قمر ونعلم على القمر علامة صح. بنخش بالسهم يمين على كلمة التردد ونضغط أوكي. وزي ما شايفين هنا فتحت معانا صفحة الترددات، وعندنا الألوان موجودة قدامنا، موجودة كمان في الريموت. هنشوف الزر المسؤول عن كلمة إضافة. أنا بالنسبة لي طبعا اللون الأخضر هضغط عليه. هننتقل على اليمين هنا ونكتب مع بعض التردد أصدقائي اللي هو 311 تلات خمسات، والقطبية بتكون رأسي أو في أو زي ما شايفين قدامنا أو عمودي. والترميز 27500. هنلاقي الإشارة ظهرت معانا زي ما احنا شايفين. وقبل عملية البحث يا جماعة نتأكد إن التردد جايب معانا إشارة. وللعلم يا أصدقائي قبل عملية البحث التردد ده حزمة شرقية. التردد يا جماعة حزمة شرقية لإخواتنا في الجزائر، تونس، المغرب، موريتانيا، أجزاء من ليبيا. التردد ده مش هيظهر عندهم أو مش هيجيب إشارة. تمام. بعد كده بنضغط عند كلمة بحث أوكي. بحث الشبكة بنخليها لا. وهنستنى ثواني هنلاقي ايه القنوات هتنزل معانا دلوقتي. زي ما هنشوف التردد نزل معانا 14 قناة، وهنشوف القناة مع بعض يا أصدقائي. وزي ما شايفين قدامنا دلوقتي يا أصدقائي القناة ظهرت معانا زي ما شايفين باسم الاسم الواضح قدامنا. قناة اسمها ايكا أو اي كي اي تي في. طبعا تقريبا دي قناة عراقية يا جماعة، وحاليا لسه واقفة على الشعار. زي ما شايفين قدامنا القناة يا جماعة لسه واقفة على الشعار. طبعا كلنا عارفينها، قناة بتجيب بعض المسلسلات الكورية والتركية والسورية وكمان بعض الأفلام الأجنبي. القناة طبعا كانت موجودة على تردد قديم وقفلت، وفتحت النهاردة على تردد جديد ولسه حاليا واقفة على الشعار زي ما شايفين قدامنا. استنونا فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.